في الأسواق وأزقة الكوفة، حتى وصلوا بهم إلى قصر الإمارة عند عبيد الله بن زياد عليه لعائن الله. أهذا ما أراده الحسين بكم؟ لقد كنتم تعيشون بمدينة جدكم بسلام. ما الذي حملكم إلينا؟ بضع رسائل من رجال خائنين، والله إنه للمبايعة أسلم، ولكان الحسين في داره يحسد ثواب إعطاء الفقير وإيواء المسكين، ويفتي بالناس ثم يدخل إلى الجنة. زينب زينب، سمعت أنه أباك كان يطفئ نار القنديل لكي لا يرى ظلك أحد، أليس كذلك؟ بل الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، بينما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. وكيف رأيت صنع الله فيكم؟ وكيف رأيت صنع الله فيكم وبأخيك وأهل بيته؟ والله ما رأيت إلا جميلة. جميلة؟ جميل أن تري قتل أهلك، فهذا جميل؟ جميل أن تري قتل أهلك يا زينب. هؤلاء كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الملك يومئذ يا ابن مرجانة. الحمد لله، الحمد لله الذي شفى قلبي بقتل طاغيتك الحسين ومن معه من المتمردين والعصاة. إن كانت قرة عينك بقتل الحسين فقد كانت عين رسول الله تقر برؤيته ويحمله وأخاه على ظهره، فاستعد يوم غد للجواب. أفيك بقية من جرأة فترد علي؟ اضرب عنقه، اضرب عنقه. لا يا أمير، لا دعه عنه، دعه لها، إن فيه مرضا يموت فيه. نعم، إن فيه مرضا يدعك عنه، فإن تشفيت فقد استفيت، وإني لأعجب ممن يتشفى بقتل أمته. إن أردت قتله فاقتلني معه. أيها الأمير، أيها الأمير، اتركه لها. نعم، اتركه لها، إن فيه مرضا يقتله ويكفيك أمره. نعم، يكفيك أمره. إن المرض أشد لك عذابا من الموت. إن المرض أشد لك عذابا من الموت. وما يتجاسمون بروس أهلنا قبال عيوننا والهم كتل،
اخ وهوزوا يا راس القفل خاطر بعد نقطع الظن يا يما وانا وين الدواوين انا مخدرة عباس وحسين انا وين الدواوين انا مخدرة عباس وحسين آخ 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 يما يا عملة البيت